صباح الخير. أولا نبارك للجمعية 70 سنة وإن شاء الله 70 سنة قادمة. لما نتكلم أنا لا نتكلم عن الطموح إلا في الأخير، إنما التحديات. فقبل ما أتكلم عن التحديات خلينا نتكلم عن الخلفية، وأنا لن أرجع إلى ما قبل 2000، راح أبتدي ب2000. خلينا نقول جين زي، وأنا at heart أنا جين زي ولست بالعمر اللي أنا فيه، فأفضل أتكلم لأن هم الشباب وهم المستقبل. فخلينا نتكلم عن الخلفية وبعدين ندخل في موضوع التحديات، خصوصا التحدي الأخير اللي راح أتكلم عنه. لما بدينا في الألفية، خلينا نبتدي بالمسرحية والتمثيلية اللي بدأت في الألفية. لما بدينا في الألفية خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر، طلع لنا ما يسمى بالأرب Human Development Report من UNDP في سنة 2002. وبداية التمثيلية كانت أن هذه كتبت من النخبة العربية، هم اللي كتبوا هذه التقرير. ونفس الحين حتى التقارير اللي تلت هذه نفس لليوم هذه نفس التحديات موجودة فيها. وطبعا أحد التحديات الموجودة كان موضوع الفجوة أو الفجوة بين الجنسين من ناحية العمل، من ناحية كل الأمور الأخرى اللي طرحت. في نفس الوقت نيجي على كوندوليزا رايس، فقط خلفية، موضوع الشرق الأوسط الجديد في ذاك الوقت. فأحد الأمور اللي استخدموها في الشرق الأوسط الجديد هو الريبورت أو تقرير الأرب Human Development Report في 2002، واستخدموا موضوع أن هاي النخب العربية كتبت هذه. فهذه كان الأمر الآخر اللي طرح في ذاك الوقت. الحين أجيكم أنا في 2003 قبل 22 سنة، نوفمبر 2003، كان عندي ندوة. هذه أول مرة وهي ثاني مرة اللي أنا أقدم ورقة فيها ذاك الوقت في 2003 عن موضوع التحديات للتنمية الاقتصادية في الدول العربية. وطبعا مو لأن الأخت وفاء جالسة هني، ولكن في ذاك الوقت اشتغلت مع المبدع خالد الهاشمي، وكان البرزنتيشن أو الندوة كان كله عن طريق الكرتون. ففيه براويكم بس كرتونين من ذاك الوقت. هاي الأول for show only، على أساس اللي صار في بداية الألفية. بدأ إن إحنا بالدول العربية عامة إن والله السيدة فلان ولا الأخت فلان ولا البنت فلان بدأوا هم أذكى البنات وأحسن البنات وأحسن السيدات في، طبعا ما لا أعمم بس في المجمل هذا هو كان الواقع في الدول العربية شاملا البحرين. فهذا كان for show only في ذاك الوقت. واليوم احنا بعد 22 سنة صحيح ليس بالكامل، وسمعنا السيدتين الفاضلتين قبل يتكلمون عن الإنجازات اللي صارت خلال الفترة هذه، وفي كثير من الإنجازات، ولكن في الأخير هاي موجود لليوم موجود. فأنا أظن مهم جدا أن احنا لا نتناسى، احنا كمجتمع، أنا ما أتكلم عن الأمور الرسمية، أنا أتكلم كمجتمع، أن لا ننسى أن هذا هو الوضع. والوضع هذه للأسف في المستقبل سيتغير أكثر وسيكون أصعب لما نتكلم عن التحديات. هذا هو الثاني. وهذا ذاك الوقت في 2003 ما عجب كثير من الناس اللي كانوا جالسين في الحضور، ولكن هذا الواقع. احنا اليوم نتكلم عن والله المعاشات، سمعنا معاشات الرجال أكثر من النساء في نفس العمل، نتكلم ان في التكافؤ الفرص، في كل الأمور هذه نتكلم، ولكن الواقع هو شيء آخر. فإحنا كمجتمع أشوف إن إحنا كمجتمع مشكلتنا إحنا المجتمع، أنا ما أتكلم عن أمور رسمية، إحنا كمجتمع أين نحن من هذه الأمور؟ فإحنا عندنا أخطاء كثيرة جدا إحنا كمجتمع. فهذه كان في 2003. ميريتوكراسي، أو أنا يعني أفضل أقولها بالإنجليزي لأن إحنا بالعربي نخاف نتكلم عنه بالواقع، اللي هو تكافؤ الفرص والتنافس الشريف والكفاءة.
نحن طالع اليوم تكلمنا عن الرؤية 2030. رؤية 2030 مكتوب فيها تكافؤ الفرص والتنافس الشريف. هل واقعنا احنا في تكافؤ فرص والتنافس الشريف؟ نعم فيه، ولكن لو خذيت انا 10 من الموظفين الكبار اللي يوصلون 10 من ذاك الوقت للوقت هذه، ال10 ذيلين كم منهم كان في عندهم تنافس شريف وتكافؤ الفرص اللي يوصلون هذه؟ إن كانت امرأة أم كان رجل. طبعا الامرأة أقل من الرجل، ولكن الكل هنا في مساواة في موضوع عدم الكفاءة للوصول ونصل. أوكي. فعندنا مشكلة كثيرة. من ال10 أظن اليوم يمكن ذاك الوقت كان فيه 2 اشتغلوا ثابروا ووصلوا بالكفاءة والتنافس، و8 لا، أخت فلان أو أخ فلان ولا ابن فلان ولا مطبل فلان ولا كذا وصل للمحل وليس بالكفاءة. اليوم لو نطالع نقول والله 2 و8 ماكسيمم 4 و6، وكيف نصل من 4 إلى 10 صعب جدا. وهذه مسؤولية، وأرجع أقول مسؤولية علينا إحنا كمجتمع مدني أن إحنا نواجه ونتكلم في الموضوع طول الوقت. فهذه مصيبة أن إحنا لا نتكلم في المواضيع هذه. كخلفية كمان، يعني قبل كم من سنة السكر ضارب في شوية ماء، ما مشكلة يعني. أوكي. في 2018 البحرين، طبعا يسمونها هاي شيء حكومي ولكن ليس حكومي لأن فلوسكم، عملوا صندوق اسمه صندوق الواحة. صندوق الواحة $100 مليون في 2018، على أساس أن هذه الصندوق السيدتين تكلموا عن رواد أو رائدات الأعمال في البحرين. وهذا الصندوق على أساس أنه هو الاستثمار الجريء أو فينشر كابيتال في أمور، يعني الفاوندرز موجودين عندهم الأفكار هذه ونستثمر فيهم. $55 مليون من هذه راحت إلى صناديق فينشر كابيتال خارج البحرين عشان تستثمر في الأمور دي. وهي فلوسكم، يعني تمكين. أظن حطوا 20 مليون تمكين، ليست على أساس أن إحنا تمكين للبحريني على أساس يوصل، وإحنا الفلوس هاي طالع برا. طبعا معظمنا هنا نعزف على الموسيقى أن لا والله تمام هاي شغل وكذا. الواقع شيء آخر. الواقع كم من الأموال هذه دخلت في أن نستثمر في البحريني والبحرينية، أوكي، على أساس أن يوصلون. والاستثمار الجريء للأسف قليل جدا جدا. طبعا اللي جالسين واللي يدافعون بيقولون والله فيه، بس لا، حتى لو فيه إذا ما كان 95 مليون مينيمم يدخل في البلد وللبلد وللشباب والشابات، احنا ضايعين. فاحنا عندنا مشكلة ان حتى لما نعمل اشياء صحيحة مثل هذه، مثلا صندوق الواحة، استخدامها غلط، لان القائمين عليها كل قائمين اتكلم غلط في غلط. ونرجع على موضوع 2 و8. معظمنا احنا من 8 ولسنا من 2. حتى المسؤولين نحن من 8 ولسنا من 2. فهاي مشكلة كبيرة ان الواحد يغير من نفسه. فهاي مصيبة. فقط خلفية أراويكم إياها. نيجي على موضوع المساواة. طبعا Sustainable Development Goals، الأهداف تنمية الاستدامة، يعني تنمية الاستدامة في العالم الخامس هو في موضوع المساواة بين الجنسين. المساواة بين الجنسين، احنا لو نطالع يعني العالم ككل في مشكلة، بس العالم العربي من أسوأ المحلات. يعني تقريبا حسب الورلد ايكونوميك فورم، منتدى الاقتصاد العالمي، ان في اخر تقرير لهم ان النسبة في عالمنا العربي وشمال افريقيا هو 62%. ان وصلنا 62%، الاخرين وصلوا الى 90 وفوق 90%. فاحنا عندنا يعني مجال كبير جدا ان في المساواة بين الرجل والمرأة في المستقبل. فهذه فقط انا بغيت كخلفية اتكلم فيه. بعدين هاي غلطة شهربانة، طلبت انه يكون في ورقة. اعوذ بالله من كلمة انا، بس ما شاء الله انا الديرة هذه وانا في العقد السابع من العمر تعودت على هاشتاج انا، هاشتاج اني، هاشتاج حنا. فقلت انا خلنا بعد مرة واحدة اليوم انا هني وعندي فرصة
خلنا نبتدي بهاشتاج مي. في 2003 في دافوس كان عندي لقاء، كنت ذاك الوقت نائب رئيس مجلس أعمال العرب في دافوس. كان عندي لقاء مع فتاة شابة من الأردن اسمها ثريا السلطي، الله يرحمها. ثريا السلطي هذه جلست معاها على أساس وأعطتني الفكرة اللي قاعد تشتغل عليه وكذا، فإحنا كمجلس أعمال عرب ساندناها وساعدناها. فأنا طبعا أحد الأمور أن للخليج، لأن أنا كنت الخليجي في المجلس، فجبت البحرين وأبو ظبي والكويت، دبي والكويت. الكويت ما صار شيء، وقلت لها أنا في المحلين اللي هو الإمارات والبحرين أن أحسن شيء أن تشتغل مع سيدات وتبتدي مع سيدات. واليوم أنا في بعض هنا أعضاء في مجلس إدارة إنجاز لما يعرفون أن أنا اللي جبت ثريا السلطي وعرفتها على الشيخة حصة وخليتها هي تشتغل معاها، بيطلعون من مجلس الإدارة أن خالد جناحي جاب إنجاز للبحرين. فأنا جبت الإنجاز للبحرين، ولا أشوف اللي صار نجاحات إنجاز من ذاك الوقت اليوم كبيرة جدا، خصوصا في مجال يعني إن دعم وتمكين المرأة. فهاي مهم. ونفس الشيء في أبو ظبي، واليوم صار أبو ظبي ودبي. نفس الشيء في الإمارات، بدينا إن موضوع النساء. فهذا أنا أشتاق، أنا بغيت بس أعرفكم في سبب ليش أنا جبت الموضوع. الله يرحمها الفتاة الشابة ثريا السلطي. الموضوع الآخر، نعم 5 دقائق بقى؟ بل اوكي، يعني هذه 10، لا اتفقنا احنا. زين. فالشيء الآخر بس بغيت أنا إن في 2005 أساس لا مع النسوان دائما يلتزمون بالوقت. زين. بس إن في 2005 بديت أنا جبت، وهذه مهم جدا لأن أبو أحمد بيتكلم عقبي، أن مجلس أول مجلس إدارة بالنسوان دخلت أنا سيدتين، وكنت أبي 3 سيدات في مجلس إدارة بنك إسلامي في البحرين في البورصة. كنت أول واحد ياب سيدتين في مجلس الأعمال في مجلس الإدارة. وهاي بعدين طبعا، واليوم أشوف أنه كثير جدا، وأبارك هني على يعني الشخص الصحيح في المحل الصحيح. لما أشوف بعد هاي conflict of interest عمت عيالك أنه صارت رئيسة مجلس إدارة بنفيت، فنبارك الأخت من الهاشمي وصولها لهذه. الحين أبتدي عن موضوع سريع في التحديات. احنا يجب أن نفس كان في 2003، بس للأسف نفس الشيء موجود. كان عندنا ديناصورات رجال والحين موجودين بعضهم، والحين ما نبي نشوف ديناصورات نسوان. نبي احنا ان الجيل الجديد، عشان كذا اتكلم عن جن زي والجن A أو ألفا، أن يبتدون أنهم يكون لهم محل ونعطيهم مجال يدخلون. لما أشوف بنكرية أنا قاعدين على نفس المحل 30-40 سنة، أظن مشكلة كبيرة جدا. أن يجب أنتم كنساء ما تسوون نفس الشيء غلطة الرجال اللي سووها قبلكم. أوكي. الموضوع الايكونوميك ديفلوبمنت أو موضوع الاقتصاد، احنا نتكلم في أمور كثيرة، بس الاقتصاد ننسى موضوع الاقتصاد البحريني في مشكلة شئنا ما بينا، في مشكلة الإنتاجية اليوم. يجب أن احنا نشتغل وندفع في موضوع الإنتاجية في البلد ونزود الإنتاجية. أنا ما أتكلم عن الأمور الرسمية، ما شاء الله الأمور الرسمية كلها احنا زين، ولو أن احنا جنك في موضوع. لما نشوف موديز والباقي اللي يصنفوننا احنا جانك، ما حد لازم يشتري. حتى أظن سيكو بطلعوا شيء أمس أن ابتعدوا عن استثمار في البحرين، ولكن احنا يجب ان نشوف الموضوع ذي. ما بتحلون الموضوع الا تقولون والله هاي مشكله. احنا مشكله ندور حول الموضوع ولا نحل المشكله. فعندنا هاي مهم جدا موضوع كتحدي. فير كومبيتيشن نفس الشيء، موضوع تكافؤ الفرص والتنافس الشريف مهم جدا انه يكون يوميه، هو جزء من عملنا احنا في المستقبل. كثير منا يقول لا والله انا ما بزعل فلان، ما بزعل ذاك، مثل ما انا اسميه بيج elephant in the room. بيج elephant in the room ما يفيدك. وانا كنت قبل كم ليله في محل واحد من المحامين طرح الموضوع ذي واعطاني فكره انه والله في ظاهره اصدقائي الفيله ان احنا في الحجره قاعدين وكل البيج elephants in the room ما نقدر نتنسم.
فاحنا من الخوف كله خطوط حمراء حاطين، وما نقدر نتكلم ندور حول الموضوع ولا نتكلم في لب الموضوع. فهاي مشكله، حتى النساء السيدات عندهم نفس المشكله. فيجب ان نتكلم في كل المواضيع هذه، ولو انه يسبب مشاكل، بس المشاكل هذه ممكن حلها، لان في الاخير هو المصلحه العامه وليس المصلحه الفرديه او مصلحه الشخص اللي بيسمع الكلام الحلو. هذه اهم شيء انا بتكلم فيه. موضوع الاي اي، موضوع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي، احنا اليوم السؤال لكل الحضور: من يعرف الفرق بين شات جي بي تي واي اي ايجنتس؟ يرفع يده. زين، اللي شفت انا 3. زين، السنه الجايه لما تسوون نفس هذه، الكل ملزوم انه يعرف ماهيه الاي اي ايجنتس. العالم يتغير بسرعه البرق. الاي اي ايجنتس will take over خلال الفتره القادمه. يعني انا ما بس على السريع الكونتكست. زين، الجندر جاب في طبعا بيج في الاي اي بين الرجل والمراه، يعني في تقريبا مرتين بين الرجل والمراه في موضوع الاي اي. الاوتوميشن ريسك بعد فيه فرق بين الرجل والمراه. موضوع الديجيتال ديفايد، الانترنت، يعني الانترنت في العالم العربي يعني النساء يستخدمون 10% اقل من الرجال حاليا. بايس اند ديسكريميشن هاي مهم في اليوم، لان اليوم احنا لما نشوف من هو القائم على موضوع، معظم الناس القائمين على موضوع الاي اي هم الرجال. فلا ننسى ان احنا اليوم نشتغل على في قبل الاي اي في سمثينج اسمه اتش اي اللي هو هيومن انتليجنس، والهيومن انتليجنس يمشي الامور هذه لحد يومنا هذه. فهذه اللي نسميه ال5 سنوات القادمه المشكله. ولكن لما نيجي على next generation AI، next generation AI لما بيصير التغيرات هاي الاي اي ايجنتس، الاي اي ايجنتس بيحولنا على ما يسمى بالاي جي اي اللي هو artificial general intelligence. لحد حتى artificial general intelligence ال human intelligence is in charge. نحن in charge. لما نيجي على موضوع المستقبل بعد الاي جي اي اللي ما يسمى بالاي اس اي artificial super intelligence، معناته ان احنا كمخوخ حول العالم كلنا we are out of it، والكمبيوتر او الاي اي هو اللي بيمشي الامور. السنجلاريتي وهاي راح يصير. معظمنا احنا نقول لا ما يصير. مثل ما قلت سألت سؤال، قليلين جدا هاي لو سئل في محلات اخرى معظم الناس بيرفعون يدهم، لان في تغيرات اليوم بعد سنه سكرتير مجلس الاداره وكذا كذا كلها هذه ما لهم اشغال. الاي اي will do the job عن طريق الاي اي ايجنت. ففي تغيرات كثيره. ولكن لما نيجي على الاي اس اي لا يفرق بين المراه والرجل. هاي المستقبل، فما في فرق. هاي الاجتماعات بنجتمعها الحين ما في فرق، احنا رجال ونساء كلهم يكون في نفس الدرب، لان الاي اس اي والكنترول. والاي اس اي توقعاتي انا شخصيا رجل كبير في السن، بس توقعت ان الاي اس اي سيستخدم ديفايد اند رول كطريقه انه يمشي اموره، بس من عشان يعيش الاي اس اي يبي ان احنا نكون موجودين. فالاي اس اي هو اكبر تحدي لنا كلنا للمستقبل. ولكن خلال 5 ل 10 سنوات هو التحدي اللي قبل الاي اس اي اللي هو الاي اي وطريقه تعاملنا مع الاي اي، ان شلون احنا نواكب، شلون نكون ادابتبل مع التغيرات اللي قاعد تصير، وان نكون جزء منه. فانا بس بغيت اطرح الامور هذه كتحديات، واهم تحدي هو موضوع الذكاء الاصطناعي في المستقبل. وشكرا.